6 صباحا بتوقيت جرينتش، 9 صباحا بتوقيت مصر. الذهب قفل امبارح عند 3749، وكنت موضح ان عندي منطقة المقاومة 3750. في حالة الاغلاق اللي زي امبارح ده اللي هو 3749، ما اقدرش اقول ده اغلاق قوي تحت ال 3750، يعتبر في نفس المنطقة. يعني لو نزل 5 دولار عن ال 3750 او طلع 5 دولار ما اقولش ده اغلاق قوي، يبقى معنى كده ان هو تقريبا في نفس المنطقه. فضل شغال النهارده في نفس النطاق اللي شغال فيه من امبارح، نزل لغايه 3734 واعلى نقطه جابها حتى الان 3754. عندنا منطقه دعم قويه جدا عند 3725 بقاله يومين مش عارف يكسرها، وعندنا منطقه مقاومه 3750 وبقاله يومين برضه مش عارف يخترقها. المستهدفات اللي بعد ال 3750 3780 ثم 3810، وتحت ال 3725 3700 و 3680. عندنا النهارده مجموعه من الاخبار الاقتصاديه الامريكيه الهامه، على راسهم مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والسنوي. ناس سالتني يعني ايه شهري ويعني ايه سنوي؟ شهري يعني انا هقارن شهر اغسطس بشهر يوليو اللي قبله، ولما اقول سنوي يبقى انا هقارن اغسطس 2025 باغسطس 2024. على مدار اليوم هحدث اي جديد فيما يتعلق بالتحليل الاساسي اللي بدوره هيأثر على التحليل الفني. اما فيما يخص اسعار الذهب المحلي، عيار 21 5070، عيار 24 5794، الجنيه الذهب 41000.